النهارده هنعمل مع بعض واحد من اشهر الاطباق المصريه وهو الكشري. مكونات الكشري هي عندنا رز، مكرونه، حمص، بصل ودقه، صلصه وعدس. اول حاجه هنغسل العدس كويس جدا يا جماعه في الميه، وبعد كده هنسيبه على النار لحد ما يستوي. حمر الشعريه يا جماعه، وبعد كده هنضيف عليها الرز. اول ما يكون لونها ابتدى يكون ذهبي هنحط عليها الرز، وبعد كده هنحط كميه الميه المناسبه. نحط يا جماعه شويه ملح ونقلب كويس واقفلوا عليه لحد ما يستوي. الميه اللي احنا نسلق فيها المكرونه مهم قوي نحط فيها رشه ملح محترمه زي دي، ده هيخلي المكرونه تكتسب طعم وفليفر، هتبقى حلوه جدا. حط بقى نوعين مكرونه، نوع فيهم يعني اسباجيتي. اول ما المكرونه تستوي هنصفيها على طول. نقطع بقى يا جماعه البصل شرايح رفيعه، هنقلي البصل لحد ما يبقى لونه ذهبي ومقرمش، ونحطه على نار متوسطه، بلاش نار عاليه عشان ما يتحرقش. هنعمل الصلصه في زيت البصل اللي احنا قلينا فيه البصل، هناخده ونعمل فيه الصلصه. 3 فصوص توم او حسب كميه الصلصه اللي احنا هنعملها، طماطم ورشه ملح حلوه، فلفل اسمر خفيف، وشويه كمون صغيرين كده. واول ما تسيح الصلصه خالص يا جماعه هتسيبوها على نار هاديه لحد ما تتقل. هنحط الاول الرز، لما نحط المكرونه هنضيف الحمص والصلصه، البصل، او زي ما بيسموه عندنا في مصر الورد. وبكده يبقى عملنا مع بعض الكشري. يا رب تجربوه وتعملوه في البيت وتقولوا لي رايكم.